خليني أسألك سؤال وعايزك تفكر فيه كويس قوي. آخر مرة حسيت فيها بمتعة حقيقية كانت إمتى؟ ومش قصدي متعة سريعة، ومش قصدي إنك بتضحك على فيديو أو ريل، ومش قصدي سكرول ساعتين من غير ما تحس بالوقت. أنا قصدي متعة حقيقية، إنك تخلص حاجة وتكون راضي عنها، إنك تقعد في هدوء وتحس إنك مستقر، إنك تعمل مجهود وتحس إن ليه معنى. لو حاسس إن الإحساس ده بقى نادر، فعايز أقولك أنت مش لوحدك، ولكن المشكلة مش في حياتك. المشكلة إن مخك اتعود على مستوى تحفيز أعلى من الطبيعي. زمان القعدة لوحدك كانت هادية، القراءة كانت ممتعة، والمشي لوحدك كان بيريح دماغك. لكن دلوقتي لو مفيش حاجة سريعة، ولو مفيش صوت، أو لو مفيش تنقل مستمر، هتحس بملل، وملل مش عادي. ملل بيخليك تقوم تمسك الموبايل غصب عنك كأنه بقى جزء منك. والفكرة إن أنت مش كسول ولا ضعيف، أنت بس اتعودت على سرعة أعلى من طاقة حياتك الطبيعية. مخك بقى عايز سرعة وصورة وجودة أعلى وإحساس أعلى ومكافأة أسرع. فلما بتيجي تعمل حاجة طبيعية زي شغل حقيقي أو تمرين أو تعلم مهارة معينة، مذاكرة، فبتبدأ تحس إن الموضوع تقيل عليك، لأن العائد بتاعه مش واضح وسريع ومحفز زي الحاجات اللي أنت متعود عليها. مش لأنها صعبة، ولكن لأنها بطيئة. فالمشكلة مش إنك بتاخد متعة من مصادر معينة، المشكلة إنك بقيت بتاخدها من غير مجهود. ومع الوقت أي حاجة محتاجة صبر أو وقت، مخك بيصنفها إن هي مش مستاهلة الجهد اللي هيتحط فيها. وهنا بتبدأ تحس إن حياتك مملة، رغم إنك دايما مستمتع طول الوقت. لكن في تناقض غريب بإنك دايما متحفز وبتحصل على دوبامين، وبين إنك مش لاقي سعادة أو متعة حقيقية. فأنا عايز أوضح لك إن أنت مش مكتئب في العادي، أنت أوفر ستيميوليتد، متحمل ومتحفز بزيادة عن الطبيعي، متعود على جرعة عالية من التحفيز لدرجة إن حياتك العادية بقى شكلها باهت وممل وبطيء وملوش طعم. زي شخص متعود انه ياخد سكر بكميات كبيره جدا وبيشرب كوبايه الشاي فيها 5-6 معالق سكر، فلما يبدا يدوق حاجه طبيعيه بيحس ان هي ملهاش طعم. الفاكهه ملهاش طعم رغم ان الفاكهه مليانه سكر، لكن مستوى السكر اللي جسمه وعقله واعصابه متعود عليه اعلى بكتير من الطبيعي اللي موجود في الحاجه اللي ربنا خلقها. وبالتالي حتى لو خدها بيحس ان هي ملهاش طعم. فهي المشكلة مش في الحاجة نفسها ان هي ملهاش طعم، ولكن في ان مستواك في توقع الاحساس اللي بيجيلك من اي شيء بتعمله بقى اعلى بكتير وغير طبيعي. وخليني اقولك ان الاخطر هو ان ادمان السرعة بيخليك بتفقد القدرة على العمق، بتفقد القدرة على انك تركز لوقت طويل، بتفقد القدرة على انك تستمتع بحاجة بطيئة، بتفقد القدرة على انك تبني حاجة طويلة المدى. كل حاجة بالنسبة لك لازم تكون سريعة وفورية وقصيرة، ولو طولت شوية بتبدأ تحس بملل. ومع الوقت مش بس تركيزك هيضعف، ولكن هويتك نفسها هتكون مهزوزة، لأن بناء أي نسخة قوية منك بيحتاج بطء وصبر ومحتاج تكرار ممل أحيانا. ولو أنت مش قادر تستحمل الملل فأنت عمرك ما هتوصل للعمق في أي شيء بتعمله أو عايز تعمله. والحل اللي أنا جاي أقوله لك هو مش إنك تقطع كل حاجة فجأة، الحل هو إنك تبدأ ترجع لحياتك الطبيعية بشكل تدريجي. قلل السرعة، اقعد من غير موبايل نص ساعة بس كل يوم، امشي من غير هاند فري، من غير ايربودز، من غير سماعات في ودنك، اقرأ 10 صفحات حتى لو دماغك عايزة تقوم من على الكتاب. خلي مخك يبدأ يتعود تاني على الهدوء والبطء في أي عملية بيقوم بيها. في الأول انت هتحس إن انت مخنوق، ولكن ده شيء طبيعي، انت مش متعود على ده لأنك سحبت الجرعة العالية اللي عقلك متعود عليها. ولكن بعد فترة هتبدأ تحس بحاجة غريبة، تبدأ تحس براحة، صفاء ونقاء وكلاريتي، تبدأ تحس بتركيز أقوى وأعمق، والمتعة الصغيرة هيرجع يبقى ليها طعم تاني. انت مش محتاج حياة مثيرة أكتر علشان تبدأ تستمتع أكتر، انت محتاج حساسية أقل للتحفيز، انت محتاج ترجع تقدر الحاجات العادية. الموضوع بالظبط عامل زي الشخص اللي متعود على الكافيين، لما بيتعود على الكافيين بجرعات عالية كوباية القهوة العادية مش هتعمل له حاجة. فهي الفكرة مش في ان هو يفضل يزود في جرعة الكافيين اللي بياخدها عشان يحس بتأثير، ولكن انه يقلل الجرعات اللي بياخدها اصلا علشان حساسيته واستقباله للكافيين ده تبدأ تكون طبيعية اكتر، فالكوب الواحد يبقى ليه تأثير عليه زي اي شخص طبيعي. وخليك فاكر ان الرجالة او الاشخاص اللي بيوصلوا بعيد مش اللي عايشين على جرعات سريعة، ولكن اللي بيعرفوا يمشوا مسافات طويلة ويستحملوا البطء والتكرار. انا دلوقتي عايزك تسأل نفسك سؤال،
هل حياتك فعلا مملة ومفيهاش متعة، ولا انت بس متعود على سرعة اعلى وجرعات اعلى من اللازم؟ في صوت جواك هيقولك انك دور على حاجة تشغلك، ودور على متعة من مصادر اعلى من اللي انت متعود عليها، وفي صوت تاني هيقولك اهدى واستحمل الفراغ. السؤال مش ازاي تزود المتعة، السؤال الحقيقي اللي المفروض تسأله لنفسك هو هل تقدر تعيش من غير جرعة التحفيز المستمرة والعالية اللي انت متعود عليها؟ لأن اللحظة اللي هتبدأ تستعيد فيها قدرتك على الاستمتاع بالحاجات البسيطة هي اللحظة اللي هتبدأ فيها تبني عقلية ثابتة وعقل ثابت وهوية قوية صعب جدا إن هي تتكسر. فكر وحدد انت عايز تبقى ايه وتوصل لإيه بالظبط.